أهلا بكم. كلنا طبعا بنستخدم أدوات زي تشات جي بي تي وغيره، بس عمرنا سألنا نفسنا إيه اللي بيحصل فعلا ورا الكواليس؟ لو عايزين ننتقل من مجرد مستخدمين لمهندسين فاهمين السر ورا السحر ده، يبقى احنا في المكان الصح. يلا بينا نفهم سوا إزاي العقل ده بيشتغل. خلينا نبدأ بأهم سؤال، السؤال اللي ممكن جدا يتسأل في أي مقابلة شغل في المجال ده. النموذج اللغوي الكبير أو ال LLM إزاي بيطلع الإجابات دي؟ هل هو فعلا بيفهم السؤال زي ما احنا بنفهمه؟ والإجابة هنا ممكن تكون صدمة شوية. لا، الموديل مش بيفهم، هو أشبه بآلة حاسبة احتمالات عملاقة. كل وظيفته في الحياة إنه يحسب إيه هي الكلمة اللي احتمالها أكبر تيجي بعد الكلام اللي مكتوب. الموضوع كله رياضيات، مفيش وعي خالص. طيب، إيه بقى الآلية الأساسية اللي بتشغل كل ده؟ اسمها التوليد التتابعي، أو بالإنجليزي Auto Regressive Generation. ببساطة شديدة، ده هو المحرك اللي بيخلي موديل زي جي بي تي يقدر يكتب لنا فقرة كاملة من غير ما يتلخبط. الفكرة بسيطة جدا. الموديل بياخد كلمة ويخمن الكلمة اللي بعدها، يقوم ضايفها للجملة، وبعدين ياخد الجملة الجديدة دي على بعضها ويدخلها تاني عشان يخمن الكلمة اللي بعدها، وهكذا. هي حلقة بتتكرر وتتكرر، كلمة ورا كلمة، لحد ما يوصل لآخر الجملة اللي عايز يقولها. والجملة دي الجملة الذهبية اللي لازم تتحفظ. لو اتقالت في أي انترفيو بتوري إن اللي بيتكلم فاهم بعمق. معناها إن الموديل بيبني الكلام زي ما بنبني حيطة، طوبة طوبة. هو بيبنيها كلمة بكلمة، أو زي ما بنقول توكن بتوكن. تمام، فهمنا إنه بيولد كلمة ورا كلمة. السؤال اللي بعده على طول هو طيب، من بين آلاف الاحتمالات والكلمات الممكنة، هو بيختار أنهي واحدة بالظبط وعلى أي أساس؟ هنا بقى بنبدأ ندخل في التفاصيل المهمة. عملية الاختيار دي ليها اسم تقني ومهم جدا، استراتيجيات فك التشفير أو Decoding Strategies. دي ببساطة مجموعة القواعد اللي الموديل بيمشي عليها عشان يقرر ياخد أنهي كلمة من قائمة الاحتمالات الطويلة اللي قدامه. في كذا استراتيجية مشهورة. أول واحدة اسمها جريدي أو الطماع، ودي كل مرة بتختار الكلمة الأعلى احتمالاً وخلاص، عشان كده الكلام اللي بيطلع منها بيكون متوقع وممل أحياناً. التانية هي بيم سيرش، ودي أذكى شوية وبتبص على كذا مسار مع بعض، فبتدي جودة أعلى، بس مشكلتها إنها بطيئة جدا ومتنفعش للمحادثات السريعة. ونيجي بقى للأهم، السامبلينج أو أخذ العينات، ودي اللي بتستخدمها كل برامج الشات اللي بنحبها. خلينا بقى نركز كل كلامنا على السامبلينج، لأنه ببساطة هو اللي خلى موديلات زي تشات جي بي تي تكون مبدعة وتحس إنها بتفكر فعلا. أي مهندس عايز يشتغل في المجال ده لازم يكون فاهم يعني إيه سامبلينج كويس قوي. أول وأشهر حاجة بنتحكم فيها في السامبلينج هي درجة الحرارة أو التمبريتشر. تخيلها زي مفتاح بيعلي ويوطي درجة العشوائية في الكلام. لو التمبريتشر قليلة، الموديل هيبقى متحفظ جدا ويختار الكلمات المتوقعة. لو علتها هيبدأ ياخد مخاطر ويجرب كلمات جديدة وغير متوقعة، وده اللي بيزود الإبداع. ودي تاني جملة مهمة جدا للإنترفيوهات. ناس كتير فاكرة إن زيادة الحرارة بتخلي الموديل أذكى، وده غلط تماماً. هي بس بتتحكم في مدى جرأة الموديل وإبداعه، مش في قدرته على الفهم أو ذكائه. طيب، عشان العشوائية دي ما تزيدش عن خدها والكلام ما يبقاش غريب، بنحط لها حدود. أول طريقة هي التوب كي. فكرتها بسيطة، بدل ما الموديل يختار من كل كلمات القاموس بنقول له لا، بص بس على أفضل كي كلمة. يعني لو خلينا كي بتساوي 5، يبقى اختياره هيكون محصور بين الخمس كلمات الأعلى احتمالاً وبس. ده بيخلي النتيجة منطقية أكتر. الطريقة التانية وهي الأذكى والأشهر هي توب بي أو نيوكليس سامبلينج. هنا بدل ما نثبت له عدد الكلمات اللي يختار منها، بنثبت له مجموع الاحتمالات. يعني بنقول له لملي أصغر عدد من الكلمات اللي مجموع احتمالاتها يوصل مثلا ل 95%. ده بيخلي عدد الاختيارات متغير وذكي حسب الموقف. يعني لو حبينا نقارن بينهم، الموضوع بسيط. توب كي بيختار من عدد كلمات ثابت دايما، أما توب بي فبيختار من عدد متغير. لو الموديل واثق من الكلمة اللي جاية، مجموعة الاختيارات في توب بي بتبقى صغيرة، ولو محتار المجموعة بتكبر. عشان كده هو أذكى ومستخدم بشكل أساسي في التطبيقات الحديثة. ممتاز، كده فهمنا الجزء النظري. يلا بينا بقى ندخل على أرض الواقع ونشوف إيه المشاكل اللي بتقابلنا وإزاي بنحلها كمهندسين. في 3 كوابيس بتقابل أي حد شغال في المجال ده. أولاً، التكرار، لما تلاقي الموديل علق وبيكرر نفس الكلام زي الاسطوانة المشروخة. تانياً، الهلوسة، ودي الأخطر، لما يبدأ يألف معلومات ويقولها بثقة تامة. وأخيراً، الخروج عن الموضوع، لما تسأله سؤال ويروح يجاوب على حاجة تانية خالص. طيب، والحلول؟ التحكم بيبدأ من البرومبت أو الأمر اللي بنكتبه. كل ما كان أوضح النتيجة بقت أحسن.
لازم نظبط التمبريتشر صح حسب اللي احنا عايزينه، وطبعا بنستخدم تقنيات زي راج عشان ندي للموديل معلومات يعتمد عليها، وكمان حاجة اسمها ستوب سيكونسز عشان نقول له يقف فين بالظبط. عشان نلخص كل اللي قلناه، دي أهم النقط اللي لازم تفضل في دماغنا دايما. اعتبروها المراجعة النهائية قبل أي مقابلة شغل. أول وأهم نقطة، الموضوع كله احتمالات. الموديل مش بيفكر، هو بيختار من توزيع احتمالي بناء على استراتيجية معينة. تاني نقطة، الديكودينج استراتيجي هي اللي بتحدد شخصية الموديل. اختيارك للاستراتيجية بيغير تماماً شكل وجودة الكلام اللي طالع. ثالثاً، في معظم الحالات خصوصاً لو عايزين كلام إبداعي وحوار مفتوح، توب فلو هو الاختيار الأفضل والأكثر استخداماً في الصناعة دلوقتي. وأخيراً، كلمة أوتو ريجريسيف معناها بسيط جداً، بنولد النص بشكل تتابعي كلمة ورا كلمة. فهم المعنى ده هو أساس كل حاجة. بعد ما فهمنا الأساسيات دي كلها، إيه اللي ممكن نتعلمه بعد كده عشان نتعمق أكتر في المجال ده؟ اللي شفناه ده مجرد أول خطوة. ممكن بعد كده نتعمق في مواضيع زي الفاين تيونينج عشان نخصص الموديل للمهمة معينة، أو الكوانتايزيشن عشان نصغر حجمه ونخليه أسرع، وطبعا فن كتابة البرومبتس المتقدمة. عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي بيكبر كل يوم، وفهم الأساسيات دي هو اللي هيميز أي مهندس عن غيره. الرحلة لسه طويلة وممتعة. شكرا ليكم.